عايزه اقول لكم لازم تجربوا العظمه دي، حاجه كده ما شاء الله. انا مش عارفه اسميها كيكه سحاب ولا اسميها حلا بارد، يعني هي في الاخر بصوا انتوا لازم تجربوها، لازم تجربوها، هتعجبكم قوي. عندي هنا كده كيلو من الحليب، اي نوع حليب مبستر، حليب من البرغيل، اي حاجه. وهنزل عليهم ب5 معالق نشا ومعلقتين كاستر ونص كوبايه سكر وشويه فانيليا. طبعا انا ما كترتش من السكر عشان هتشوفوا في الاخر ليه انا ما كترتش من السكر. وافضل اقلب عليها كده على النار لحد ما تبقى متماسك وتبقى معايا بالشكل ده. اول ما تمسك معايا بتبقى الشكل ده كده، اغطي وشها وادخلها في الفريزر او في التلاجة. هنزل هنا كده بنص كوبايه كريم جانتيه على كوبايه حليب كوبايه الميه متلجه، وخلوا اضربهم كده في بعض لحد ما يجمدوا. هنا كان عندي الكاستر بتاعي كان جمد كده بقى، مسكته كده قعدت اقلب فيه لحد ما بقى سايل كده معايا خالص. تمام، لازم الخطوه دي تعمليها. وبعد كده اقوم جايبه الكريم جانتيه بتاعي برضه بعد ما اتمسك معايا في الفريزر شويه، واقوم حاطه شويه من دول على شويه من دول كده، واقلب الخليط كده كله على بعض لحد ما متجانس معايا بالشكل ده ويعمل معايا فوم كده. تمام، كده همسك بقى كده ايه الخليط زي ما قلت لكم كده، ايه اتجانس كده كل الخليط كده مع بعضه لحد ما يبقى فوم معايا كده. هركنه هنا كده جنب مني، واجيب كده بسكوت، اي نوع بسكوت شاي، اقوم حاطه كده ايه ربع كوبايه كده من اللبن، عليهم معلقتين سكر وشويه فانيليا. اللبن بارد او ساقع عادي ما يجراش حاجه، اي حاجه يعني. واقوم بقى مبلله كده البسكوت فيه، واقوم حاطاه في الصينيه او في القالب اللي انت عايزه تعملي فيه ال... الوصفه دي يعني. تمام، حتى برضو الجوانب كده لو في اي حاجه كده من الجوانب كده باينه، ممكن نقدر نكسر بسكوت، او البسكوت اللي يبقى مكسر عندك تقدري تحطيه في الجوانب الصغيره. واقوم نازله بنص ايه بحبه كده من الخليط اللي احنا عملناه. ماشي، قد معلقتين 3 كده كبار. وهكمل برضو الطبق التاني كان من البسكوت اللي احنا ايه عاملين قدامنا دوت، هنقوم بلينه كده برضو باللبن وهنعمل طبق تاني. طبعا انا هنا الصينيه عندي خدت معايا 3 طبقات. طبعا أنا زي ما قلت لكم كده، ما بين كل طبقه والتانيه بنحط الخليط اللي احنا عملناه ده. انا هنا القالب ده خد معايا 3 طبقات من البسكوت. ممكن تكون انت عندك قالب ما ياخدش معاكي 3 طبقات، ممكن ياخد معاكي طبقتين، ممكن ياخد 3 4 على حسب ما انت عايزه يعني. معلش بعتذر لصوتي عشان خاطر بس هنا كان عندي برد. انا هنا سجلت الفيديو ده على مرتين، نصه كنت كويسه في المقدمه يعني، والنص التاني كنت تعبانه فيه. المهم يعني ايه، انا كده ايه خلصت كده البسكوت اهوت. الطبقه الثالثه معايا من الصينيه دي. اقوم انا بقى كده ايه منزله برضو كده حبه حلوين كده من الخليط ده واسويه. طبعا تقدري تعملي برضو الخليط ده مش شرط تعمليه في صينيه، تقدري تعمليه في قوالب مثلا كوبايات، اللي هي الكاسات زي ما انت ما عايزه. انا هنا كده كان لسه بقى عندي بقيت من البسكوت، قمت جايبه كده 3 كاسات كده، وقمت نازله عليهم بالبسكوت. وبعد كده بليت البسكوت زي ما شفتوا كده، ونزلت عليهم بنص كام معلقه كده من الخليط. وكملت برضو طبقه تانية كده من البسكوت، وهكمل عليهم برضو ايه الطبقه الاخيره كده من الخليط اللي احنا عملناه ده. عايزه اقول لكم على فكره طعمه جميل جدا وموفر، وبيبصي طعمه فظيع جميل جدا. جربوها بقى ان شاء الله وهتدعولي. هنا بقى كده جبت كده نص كوبايه من الشوكولاته الخام، بشرتها ونزلت عليها بكوبايه حليب دافي، ومنزل عليها بمعلقه سمنه او معلقه زبده وشويه زيت كده بس للتلميع. تمام، انا هنا الحليب عندي كان دافي عشان خاطر يسيح لي الشوكولاته. هنا الشوكولاته كده بعد ما ساحت كده، اقوم نازله ايه بكل كوبايه كده معلقتين. طبعا انا هنا كده عملت حاجه غلط، المفروض انتوا ما تعملوهاش. كنت المفروض استنى لما الكريمه اللي. وهنا برضو كالعادة يا سادة ما قدرناش نصبر لحد ما تتمسك شوية في التلاجة الشوكولاتة، وكلناها على طول كده وهي سخنة.